النهاردة هنتكلم عن قصر من أكبر القصور الملكية من حيث المساحة. القصر ده هو قصر القبة، اتسمى كده علشان كان في مبنى قديم كان موجود من عصر المماليك، كان اسمه برضو كده، اسمه القبة. المساحة بتاعة القصر ده 200 فدان، مساحة كبيرة جدا، بتمر بأربع محطات من المترو. 200 فدان يعني بالمتر مثلا 792,409 متر مربع. متخيلين الرقم؟ زي ما انتم شايفين القصر فيه مساحات خضراء كتير، وزي ما قلت لكم بيمر بأربع محطات من مترو الأنفاق، من أول كوبري القبة لحدائق الزيتون. اللي بنى القصر ده الخديوي إسماعيل، وطبعا اتبنى على مكان كان قصر تاني كان مبني في عهد والده إبراهيم باشا. زي ما انتم شايفين ده فرح للأمير محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل. هو كان أول فرح تم بعد افتتاح القصر على طول، وبعد كده حصل فيه حفلات زفاف كتيرة للعائلة الملكية. طبعا الخديوي إسماعيل جمع معماريين مشهورين جدا وشاطرين جدا من خارج مصر ومن داخلها، خاصة يعني كان مهتم بالمعماريين اللي موجودين في فرنسا. فمعظم الفن اللي موجود في القصر طاغي عليه الطابع الفرنسي. المساحة بتاعة الحديقة الخارجية 120 فدان، ومساحة المباني بتاعة القصر 80 فدان. طبعا المساحة كبيرة جدا، يعني إجمالي كده 200 فدان أو 190 فدان تقريبا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا القصر فيه بابين متقابلين، البابين دول عليهم شعار المملكة المصرية، تمام. وكمان في مرايات، وده البهو الرئيسي اهو. هنا ده الشعار بتاع المملكة المصرية، وهنا ده البهو الرئيسي. كمان في الشعار بتاع المملكة المصرية والشعار بتاع الملك. وهنا النجفات دي يعني نجفات برونز، وكمان هي مصنوعة يعني صناعة فرنسية. زي ما بنشوف في البهو الرئيسي برضو في ترابيزة كده خشب، من خشب يعني خشب مذهب، وعليها كاس. الكاس ده بقى من الفضة، عليه شعار الدولة العثمانية. هنا زي ما انتم شايفين طبعا الزخارف اللي موجودة في السقف تحفة جدا، ودي الفازة اللي انا قلتلكوا عليها، هي معمولة من الفضة، تمام، وفيها شعار الدولة العثمانية. هو يعني كاس مش فازة. ده دلوقتي المكتب الملكي، بنلاقيه على يسار البهو الرئيسي. المكتب الملكي ده وجه فيه الملك فاروق أول رسالة صوتية عن طريق الإذاعة للشعب المصري، كان بيحيي الشعب المصري يعني بمعنى أصح. والمكتب شكله تحفة جدا، السقف بتاعه زي ما احنا شايفين فيه زخارف حلوة جدا. كانت طبعا النجف ده برضو فرنسي، تمام. وفي لوحات كتير، أهم اللوحات دي هنلاقيها دلوقتي لوحة مكتوب عليها القرآن الكريم كاملا اهو. اللوحة دي بالظبط مكتوب عليها القرآن الكريم كاملا بحروف عربية طبعا واضحة، ودي كانت هدية للملك فؤاد الأول. وهنا هنلاقي مكتبة فيها كتب قيمة جدا هي خاصة بالملك فاروق. وكمان بقى من داخل المكتب هنلاقي صالون قاعة المؤتمرات. صالون قاعة المؤتمرات هنلاقي مجموعة من التحف والمنحوتات واللوحات لأشهر الفنانين العالميين. خاصة هنلاقي برضو اللي طاغي على المكان في الفن يعني، وفي الزخارف اللي موجودة في المكان، هنلاقي الطابع الفرنسي هو اللي طاغي أكتر حاجة. ومن باب الصالون، تمام، لطرقة التشريفات هنلاقي هنا طرقة التشريفات دي. طب ايه هي طرقة التشريفات اصلا؟ هي طرقة كده قصيرة بتربط ما بين مكتب الملك وقاعة الاجتماعات. دي قاعة الاجتماعات. هنلاقي علم المملكة المصرية موجود في اماكن كتير في القصر، وبصراحة شكله كان مميز جدا وشكله كان حلو قوي. ده دلوقتي الصالون، صالون الوزراء. عجبني جدا ان النظام يعني في نظام الملوك كانت عاملاه في الوقت ده. كانوا بينظموا كده ان في القصر يكون في اماكن مخصصة لكل فئة من الناس. يعني مثلا ده صالون الوزراء، هنا هنلاقي دي
منحوتة في ست كده بتنحت على حجر، والحجر ده معمول من البازلت. هنا ده صالون ملحق بصالون الوزراء. هنلاقي برضو الشعار بتاع الملك مكتوب، وشعار المملكة المصرية النجف. الصالون ده كمان فيه ساعة جميلة جدا. الساعة دي من فرنسا طبعا، جميلة جدا. كمان من صالون الوزراء هنلاقي صالون الملك. الصالون ده كان الصالون الرئيسي اللي في القصر، وده مخصص لاستقبال ملوك ورؤساء العالم، من اسمه يعني اسمه صالون الملك. دي كنبة فرنسية مصنوعة كده من نسيج اسمه نسيج الجوبلان. وكمان هنلاقي دولاب فيه قطع زجاجية زي ما انتم شايفين، جميلة جدا. وكمان في الغرفة هنلاقي نجفة فرنسية. لو لاحظنا لغاية دلوقتي عمالين نقول انها يعني ان الحياة معظمها فرنسي، اكيد انتوا عارفين ايه السبب. خديوي اسماعيل فرنسا كده، انتوا عارفين طبعا. هنا بقى بعد البهو الملك في ممر، هنلاقي في مرايتين مقابلتين كده وقدام بعض بمعنى أصح. بعد كده هندخل بقى على غرفة الطعام الرئيسية، هنشوفها دلوقتي. هنا قبل ما ندخل على غرفة الطعام الرئيسية في فازتين، فازة عليها شكل راجل وفازة عليها شكل بنت. وشكل البنت دي هي شكلها بملامح رومانية يعني. هنا دلوقتي دي غرفة الطعام الرئيسية، فيها لوحات جميلة جدا. واللوحة دي هي لوحة مرسومة رسم بارز على الإزاز زي ما انتم شايفين. تخيلوا كم الفن اللي كان موجود في الوقت ده. هنا برضو قاعة الطعام الرئيسية، السقف فيه زخارف نباتية جميلة جدا. وفي نجفة زي ما احنا شايفينها شكلها شيك جدا. النجفة دي مصنوعة من الخزف، ودي من الطراز الإسلامي. زي ما انتم شايفين النجفة بجد جميلة يعني جدا. وهنا الكنب هنلاقيه متزخرف بالورد او بالورود زي ما انتم شايفين. بعد كده هنطلع الدور التاني على الدرج من البهو الرئيسي. هنطلع بقى للدور التاني. الدور التاني هنلاقي فيه ركن البيانو. القطعة دي قطعة أثرية، يعني لا تقدر طبعا بثمن، لأن القطعة دي نادرة جدا وغالية جدا. دي مزخرف. البيانو ده مزخرف بنظام اسمه المارك تري. وكمان في نحاس، النحاس اللي فيه ممزوج كده بالفضة. هنا زي ما انتم شايفين برضو في لوحة متحركة، واحد ماسك مطرقة، وكمان في فراخ. وهنا برضو في منحوتات. كمان هنا هنلاقي نافورة على شكل ملايكة اللي هي اللي فاتت دي. بعد كده هنكمل طلوع على السلم طبعا مصنوع من الرخام الأبيض الإيطالي. طبعا في جدران السلم كده هنلاقي فيه لوحات زيتية حلوة جدا. هنا بقى البهو العلوي جميل جدا زي ما انتم شايفين. في 3 نجفات، وزي ما انتم شايفين جمال جدا، شكلهم مميز، مصنوعين من الكريستال والبرونز. وهنا هنلاقي فيه بقى ايه، دواليب كتير وزخارف كتير وحاجات جميلة جدا في البهو اللي في الدور العلوي أو اللي في الدور التاني. هنلاقي فيه برضو دولابين فيهم صور نادرة جدا للملك فاروق، وكمان الأمراء من ضيوف مصر، يعني من الرؤساء والزعماء وكده. وكمان هنلاقي دولاب اسمه الدولاب الموسيقي. الدولاب الموسيقي ده بتاع الملك فؤاد زي ما انتم شايفين. هنا دي بقى شرفة القصر الأمامية، بمعنى أصح البلكونة يعني، هي بتطل على الحديقة. وهنا كوبري، يعني بعد ما نخرج بقى من شرفة القصر
زي ما انتم شايفين في نافورة هناك. القصر بجد ما شاء الله تحفة جدا. هنا بقى ده كوبري كده معلق، هو كوبري رخامي معلق بيوصل للبهو العلوي، بيوصل من البهو العلوي يعني للجناح الخاص بالجناح الملكي يعني. طيب الجناح الملكي ده فيه أجنحة يعني خاصة بكبار الشخصيات من الضيوف، وفي تحف كتير جميلة زي ما انتم شايفين. في ساعة مصنوعة من الألماس الخالص، بس لسه هتيجي قدام يعني، هي موجودة كده في الدولاب. وحقيقي المكان فعلا جميل جدا. وكان في غرفة آه أكيد غرفة للملك. وكمان القصر ده استقبل الملك أو استقبل شاه إيران اللي هو عاش في مصر ودفن كمان في مصر مع العائلة الملكية. قصته طويلة شاه إيران ده، برضو قصة مؤثرة جدا. هي دي الساعة اللي أنا بقولك عليها اللي هي فيها ألماظ. طبعا المقتنيات اللي هناك لا تقدر بثمن، لأن هي مقتنيات يعني جميلة جدا. زي ما انتم شايفين اللوحات والفن اللي كان ظاهر في القصر. دي دفاية طبعا، دفاية برضو جميلة جدا. هنا ده جناح الملك، شكله جميل وفيه لوحة طبعا. كمان ده شطرنج. وفي جناح الملك اكيد لازم بيكون فيه مكتب كده جنب بعد السرير بيكون فيه فاصل كده، ده المكتب الخاص بجناح الملك. وفيه طبعا لوحات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. حاولت ان انا اشرح باختصار شوية، وحقيقي المكان جميل جدا. ومصر فيها اماكن كتير جدا تستحق الزيارة، خاصة القصور اللي فيها والمقتنيات الأثرية اللي موجودة فيها. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو حابين تسألوا أي سؤال ممكن تكتبولي في الكومنتات. وشكرا ان انتوا كملتوا الفيديو للآخر.